السلام عليكم. التربية الإسلامية للصف السادس ابتدائي، صلح الحديبية. إن الإسلام دين السلم والسلام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك في صلح الحديبية، إذ عقد صلحا مع قريش حقنا للدماء، كما يؤكد الإسلام السلم يؤكد وجوب الدفاع عن النفس والأرض والعرض، فالمسلم قوي بإيمانه وعليه دفع الظلم والظالمين ولا يعتدي على الآخرين. أولا، بعد أن تحقق النصر والقوة للمسلمين في المدينة المنورة، قرر الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة أن يذهب إلى مكة المكرمة لإداء مناسك العمرة، وكان معه قرابة 1400 من أصحابه. فعلم المشركون في مكة بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم فاستعدوا لقتاله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم غير طريقه ونزل في مكان يسمى وادي الحديبية. ثانيا، كان في الوادي بئر جاف، فتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وتمضمض، فانفجر الماء من البئر، معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم وكرامة له، وشرب المسلمون منه بعد أن أصابهم العطش من قلة الماء. ثالثا، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم شخصا إلى قريش يخبرهم بأنه ما جاء للقتال بل لإداء العمرة، وهو مستعد لتوقيع معاهدة صلح معهم إذا تركوا القتال ولم يعارضوا الدعوة الإسلامية. ثم أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه للتفاهم معهم، فحبسوه، فتأذى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعملهم السيء هذا. رابعا، استعد الرسول وأصحابه للقتال دفاعا عن الإسلام، فعلم المشركون بقوة المسلمين فوافقوا على الصلح وكتابة معاهدة بين الطرفين. نص المعاهدة. ماذا جاء في المعاهدة بين المسلمين ومشركي قريش؟ بعد أن وافق المشركون على الصلح، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام لكتابة الوثيقة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملي وعلي عليه السلام يكتب. واتفق الطرفان على ما يأتي. أولا، أن يترك الطرفان الحرب بينهما 10 سنوات. ثانيا، من أراد أن يتحالف من قبائل العرب مع الرسول أو مع قريش فلا يتعرض له أحد. ثالثا، من التجأ من المشركين إلى المسلمين ويردونه إليهم. من التجأ من المسلمين إلى المشركين لا يردونه إليهم. خامسا، أن يكون الإسلام ظاهرا في مكة، لا يؤذي المشركون أحدا من المسلمين ولا يمنعون من دخل في الإسلام. سادسا، أن يرجع المسلمون في هذا العام ويأتوا في العام القادم لإداء العمرة.
نتائج الصلح: أولا، حقن صلح الحديبية دماء المسلمين. ثانيا، حقق هذا الصلح نصرا للمسلمين، إذ دخل في الإسلام الكثيرون وقوي المسلمون في مكة، وتحالفت بعض القبائل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. حل المناقشة: أولا، ما صلح الحديبية وفي أي سنة وقع؟ صلح الحديبية هو الصلح الذي وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش، وسنة الصلح هو السنة السادسة للهجرة. ثانيا، لماذا سمي صلح الحديبية بهذا الاسم؟ سمي بهذا الاسم لنزول الرسول صلى الله عليه وسلم في وادي الحديبية، وكان هو الموقع الذي وقع فيه الصلح. ثالثا، لماذا ذهب المسلمون في الحديبية لإداء مناسك العمرة؟ كم كان عدد المسلمين؟ قرابة 1400 من أصحاب الرسول. خامسا، ما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي حدثت في الوادي؟ المعجزة هي انفجار الماء من البئر الجاف بعد وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وشرب المسلمون منه. سادسا، ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقترب من مكة؟ بعث الرسول شخص إلى قريش يخبرهم بأنه ما جاء للقتال ولكن جاء للعمرة. سابعا، لماذا وافق المشركون على الصلح؟ لاستعداد الرسول وأصحابه للقتال دفاعا عن الإسلام. ثامنا، عدد بنود معاهدة الصلح. بنود معاهدة الصلح هي هذه النقاط التي وقعت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش. تاسعا، هل انتفع المسلمون بهذا الصلح؟ وضح ذلك. الجواب هو موجود في نتائج الصلح، وهي حقن صلح الحديبية دماء المسلمين. وثانيا، حقق هذا الصلح نصرا للمسلمين، إذ دخل في الإسلام الكثيرون وقوي المسلمون في مكة. أتمنى أن تكونوا استفادتوا من هذا الدرس. تقبلوا تحياتي.